افتتحنا عرض سماك داون بدخول المين ايفنت جاي اوسو. دخل جاي اوسو وسط الجمهور. جيت جمهور كالعادة، تعرفون جاي اوسو والييت. مسك المايك جاي اوسو وقال: اسبوع هذا من اجمل الاسابيع في حياتي، فزت بالرويال رامبل. ذهبت وواجهت جونتر وقلت له سأتحداك في رسلمانيا، وأنا هنا في سماك داون لأقول لكودي رودز أنا سأتحداك وممكن أتحداك في رسلمانيا. كودي رودز اطلع إلى هنا. دقت موسيقى الأمريكان نايتمير. دخل الأمريكان نايتمير بشياكة تامة كالعادة. دخل كودي رودز، مسك المايك وقال: أنا أعرف يا جاي عن متى ستتحدث. جاي قال لي كودي: نعم، أنا ممكن أن أكون ضدك أو معك أو ممكن ضد جونتر. غدشنا كودي رودز قال لي جاي أوسو بعد مباراتي أنا وكيفن أونز في الرويال رامبل. ذهبت إلى الطبيب قال لي ما تزيش تصارع لأنك مصاب بانزلاق في الغضروف راح يجيك معك في الظهر، ولكن أنا لن أستمع إليه أبدا. سأتصدر رسلمانيا، مين ايفنت رسلمانيا بكل تأكيد، وهذا ما أبحث عليه، هو الحدث الرئيسي على طول. أنا أحترمك يا جاي، هل ستختارني؟ هذا رأيك أنت، وأنت الفائز بالرويال رامبل. أنا هنا، قل ما تريد. بعد شفنا مقاطعة من جاكوب فاتو وتاما تونغا. دخل جاكوب فاتو وتاما تونغا إلى الحلبة. مسك جاكوب فاتو المايك وبدأ يهوهو كالكلب. قال جاكوب فاتو لجاي أوسو: أنت لا تستاهل أن ترجع اللقب للعائلة، والعائلة تريد أن ترجع اللقب من كودي رودز، ولكن ليس أنت الذي سترجع اللقب، أنا وغيري، وليس أنت لا تستاهل ذلك. قد شفنا تعصب من جاي وعطى سوبر كيك تاما تونغا، وجاكوب فاتو ضرب كودي رودز وبدأت العركة بيناتهم. جاكوب فاتو على كودي رودز، وبعد سيطروا جاي وكودي رودز على تاما تونغا وجاكوب فاتو وطلعوهم برا الحلبة. ورسميا تحدثت مباراة بين جاي أوسو وكودي رودز ضد تاما تونغا وجاكوب فاتو بالمين ايفنت عرض سماك داون. غرفة افتتاحية جميلة صراحة. بعد شفنا مباراة بين المحارب الاسكتلندي للزعلان المباراة الرويال رامبل وآل اي نايت التي تسبب بزعل درو ماكنتاير وجيمي أوسو. مباراة شفنا فيها حقد وكره درو ماكنتاير على آل اي نايت، وين ما يمسكو يبدا يضرب فيه ضرب شغل بان بلا صح مدوسين من هنا لهنا. وشفنا السيطرة وشفنا كليمور مزدوج لدرو ماكنتاير فنش بها الاثنين وتأهل رسميا لغرفة الإليمينيشن تشامبر. خلف الكواليس شفنا صحفي يسأل داميان بريست، قال له: هل نظرت إذا درو ماكنتاير فاز وتأهل رسميا للإليمينيشن تشامبر؟ قال داميان بريست: أنا أيضا سأتأهل. وسط الكلام قاطعه برون سترومان وقال له: فوز علي قبل أن تتأهل. ورسميا تحددت مباراة بين جاكوب فاتو ضد داميان بريست ضد برون سترومان في عرض سماك داون القادم، والفائز سيتأهل إلى الإليمينيشن تشامبر. مباراة دمار وحوش كما هي فوق الحلبة عرض سماك داون القادم. شفنا فقرة لكيفن أوينز في السيارة كالعادة. كيفن أوينز ومظهره المرعب صراحة من كثرة الآلام الضرب. كيفن أوينز قال: أنا سبب خسارتي ليس كودي رودز لأنه أقوى مني، لا، لأن سامي زين أتى ولم يساعدني. كنت أستنى من سامي زين أن يساعدني، ولكن تستاهل ما فعلته بك يا سامي زين الباتا درايفر. وإن دخلت الحلبة مرة ثانية سأحطمك. ورسميا شفنا المعلق يعلن أن سامي زين مصاب لأجل غير مسمى بالانزلاق في الغضروف. كيفن أوينز على حق. وبعد شفنا مباراة بين كارميلو هيز وأكيرا توزاوا. فاز كارميلو هيز على أكيرا توزاوا. بعدها رحنا للمين ايفنت بين جاي أوسو كودي رودز ضد جاكوب فاتو وتاما تونغا. مباراة كانت جميلة صراحة، شفنا فيها سبوتات جميلة. شفنا جاكوب فاتو يسيطر على كودي رودز مسح به الأرض، وبعد شفنا سيطرة ثاني لأوسو على تاما تونغا. وسط من هنا يا أخي فاز كودي رودز، ثبت تاما تونغا وفازوا. وبعدهم يحتفلوا بالفوز من دخل الغائب اللي كان زعيم قبل. دخل سولوسكو وهجم على كودي رود وعطى ساماون سبايك جاب أجله. شنو عودة سولوسكو؟ صراحة أنا تفاجئت من عودة سولوسكو. هل يكون مع البلاد لاين تاعو حاليا أم يكون مفردي يصارع بمفردي وينفرد عن البلاد لاين؟ هذه التساؤلات كلها تأتي في عرض سماك داون القادم نشوف لها تفسير. وعرض صراحة جميل بالنسبة لي. مباراة درو ماكنتاير وآل اي نايت وجيمي أوسو دي 8.5 من 10، وعرض نعطيه 7.5 من 10. وشكرا على المشاهدة، وما تنساش دير لايك وتشترك في القناة.